السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ الجلسة. والأول عايزة أوضح ملحوظتين مهمتين. الأولى إن الجلسة هي عبارة عن إن إحنا نفتكر مواقف على مدار شريط حياتنا ونحرر الآلام والمشاعر منها. فمهم إن إحنا عند كل موقف نوقف الجلسة ونبدأ نسترجع الموقف، نسترجع المشاعر، نحرر الألم بالتنفس وطبعا لو في بكا نفرغه، لو في حزن، وكمان ناخد رد الفعل اللي احنا ما قدرناش ناخده وقت الموقف، وبعد كده ننتقل على الموقف اللي بعده. فما ننتقلش على الموقف اللي بعده إلا لما نخلص الموقف اللي احنا بنفتكره. هنوقف ونفتكر الموقف، وبعد كده ندخل على الموقف اللي بعده. والملحوظة التانية إن الجلسة طبعا يفضل إن هي تتعمل كاملة زي ما هي، لكن الناس اللي ما عندهمش وقت أو الناس اللي طاقة تحملهم ما تستوعبش إنها تعمل جلسة كاملة بالعمق ده، ممكن تقسم الجلسة على يومين أو على 3. ولكن مع ملحوظ في التقسيم، لازم ننهي الجلسة بإننا ناخد تنفسات عميقة ونشحن النور من ربنا عشان نرجع لتوازننا من تاني قبل ما نقوم من الجلسة. تمام؟ لو افترضنا إن احنا نقسمها على يومين ولا 3 ولا 4 أيا كان، كل يوم فيهم لازم بعد ما افتكر المواقف اللي قدرت افتكرها اروح انهيها بتنفس بنور من ربنا، وبعد كده عشان اقدر اقوم من الجلسة واكمل يومي. وكمان لو قسمناها فهيبقى عندنا الجزء الاخير فيها اللي هو جزء الطفولة. فجزء مرحلة الطفولة ومرحلة الابتدائي والمراحل البعيدة دي مش هنعرف نفتكرها غير لو استحضرنا موقف قريب. فبالتالي لو وصلنا ان احنا قسمنا الجلسة على كذا يوم وفاضل معانا مرحلة الطفولة دي، يبقى ان احنا نسترجع موقف قريب حصل فيه نفس الألم، ومنه هنقدر ندخل على مرحلة الطفولة والمراحل البعيدة. تمام كده؟ نبدأ بسم الله. نبدأ بقى نسترخي. نبدأ نقعد في مكان هادي، نفرد ظهرنا على السرير أو نقعد على كرسي مريح، يا ريت مفيش مقاطعات. نبدأ ناخد تنفس عميق، شهيق من الأنف ونكتمه في 7 عدات، وزفير من الفم. شهيق بعمق، زفير عميق. واحنا بنتنفس نتخيل ان القلب بيتنفس. تخيل كده احنا بندخل الاكسجين للقلب ونطلعه منه. ونبدأ واحنا بنتنفس نتخيل كل حتة في جسمنا بتسترخي. بنوصل النفس للراس نخليها تسترخي، الأكتاف تسترخي، نفس بيدخل لمنطقة القلب، منطقة الصدر يخليها تسترخي، نفس بيدخل لمنطقة البطن يخليها تسترخي، نفس بيدخل للرجلين يخليهم يسترخوا، وهكذا لغاية لما نسترخي. نستمر تنفسات عميقة لغاية لما نسترخي خالص. بعد كده هنبدأ يرجع.
خلاص دخلنا في الاسترخاء. نبدأ بقى نفتكر أكتر موقف حرك فينا مشاعر الرفض، حتى لو الموقف ده حصل من سنة، من سنتين، من 3. عايزين أكتر موقف حرك فينا مشاعر الرفض. جرح الرفض بيتعاش تقريبا بشكل يومي. يحسسنا أنا مرفوض، أنا مقبول، أنا مش مقبول، محدش بيحبني، محدش عاوزني، أنا عبء، أنا لا أستحق الحياة، أنا مسواش أي شيء. كل ده نابع من جرح الرفض. أنا ماليش قيمة، أنا مش مهمة عند حد، أنا مرفوض، محدش عايزني، محدش قابلني، محدش بيحبني. ده كله جرح رفض. وكمان طبعا نابع منه رفض الأنوثة، ده حاجة تانية. فعايزين كده دلوقتي نفتكر أكتر موقف حرك فينا مشاعر الرفض، حسينا فيه إن إحنا محدش بيحبنا، محدش عايزنا، أنا مرفوض، مش مقبول، محدش عايزني، محدش مهتم بيا، ماليش قيمة، أنا لا أسوى شيء، يا ريتني ما كنت جيت الدنيا، ما استحقش إني أكون موجود أصلا على الدنيا. أي موقف قلنا فيه كده حرك فينا مشاعر دي كتيرة. أقوى موقف كده مر علينا في حياتنا من سنة، من سنتين، من 3، من شهر، من شهرين. عايزين نسترجع الموقف ده، نعيشه كأنه بيحصل دلوقتي، مش نشوفه شريطه بس، لأ، عايزين نحس بالمشاعر، نفس المشاعر اللي عشناها في الموقف ده وقتها. عايزين إن احنا نعيش المشاعر دي كأنها بتحصل دلوقتي. نفس المشاعر اللي حسيناها في الموقف نحسها كأنها دلوقتي بالظبط، ونركز واحنا بنعيش المشاعر، نشوف المشاعر دي ظاهرة بقى فين في جسمنا، ايه الحتة اللي في جسمنا هتتعبنا يا ترى. آه، حتى في الوش، في الوجه هتتأثر، جزء في الوجه كده هيتأثر، ولا زوري هيوجعني، ولا قلبي هيوجعني، ولا أحس بتقل في الإيدين، ولا أحس ببرودة في الإيدين، أحس بتقل أو ضغط على الأكتاف، أحس بألم في البطن، ألم في منطقة الرحم، هلاقي الرجلين، ألم في الرجلين، تقل في الرجلين. أي حاجة من دي حوالو نبضات بسيطة، دي بتبقى مشاعر متخزنة في الجسم. نعيش الموقف، نتخيله، نحس بالمشاعر، شايفها متخزنة فين في الجسم، وبعد كده بندخل تنفس بنور لكل حتة اتأثرت، يعني كل منطقة حاسين فيها بتعب، حاسين فيها بألم، بنبضات، بشد، بنبضات زيادة. هندخل تنفس بنور لكل منطقة في الجسم اتأثرت. نتخيل إن الشهيق تنفس بنور، والزفير يا ريت يبقى بلون أسود بيخرج من العضو ده. يعني الشهيق مثلا يدخل للرجل يحررها، والزفير يطلع منها. شهيق بيدخل للقلب يدخل له نور ويريحه، والزفير يطلع من القلب بلون أسود. أسيبكم دقيقتين نعمل العملية دي، بعد كده نرجع نكمل تاني. خلاص كده استخدمنا الموقف، عشنا المشاعر، تخيلناه كأنه بيحصل دلوقتي، حررنا المشاعر من أعضاء جسمنا بالتنفس. التنفس مهم لأنه بيحرر المشاعر المتخزنة في الجسم. نبدأ دلوقتي كل واحد مننا بيتخيل نفسه وهو كبير دلوقتي بينزل سلم وهو ماسك
الطفل الداخلي لي، يعني أنا وأنا كبيرة أتخيل دلوقتي وأنا كبيرة ماسكة نفسي وأنا صغيرة بإيدي، وبننزل مع بعض سلم واحدة واحدة، بننزل سلم طويل واحدة 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 واحدة، ونحاول نفتكر امتى عشنا نفس المشاعر دي بالظبط واحنا صغيرين، امتى قلنا على نفسنا نفس اللي قلناه في الموقف اللي استحضرناه واحنا كبار، امتى قلنا على ده واحنا صغيرين. يعني امتى قلت على نفسي انا ماليش قيمة، انا مرفوض، محدش بيحبني، محدش قابلني، انا مستحقش الحياة، يا ريتني ما كنت جيت الدنيا. امتى حسيت ان انا عيب، امتى حسيت ان انا ماليش قيمة. كل واحد مننا يطلب من الطفل الداخلي، يقول بطلب من الطفل الداخلي ساعدني أوصل للجذر، وأوصل إمتى حسيت بنفس المشاعر دي وأنا صغيرة. أول صورة هتيجي في بالنا هي دي بالظبط، أول صورة، حتى لو ظهرت صورة مش مهم التفاصيل قوي، المهم المشاعر كنا حاسينها ايه. أول صورة تظهر لنا نقول أيوة هو ده الموقف، ناخده نعيشه كأنه بيحصل دلوقتي، هنحاول نفتكر نفس المشاعر ونفس اللي حسيناه وقتها ونفس اللي قلناه على نفسنا وقتها. ناخد تنفسات عميقة أكتر، نحاول نسترخي أكتر عشان نفتكر، نقعد نتخيل إننا بننزل السلم لغاية ما نفتكر الموقف اللي حسينا فيه بنفس مشاعر الرفض. سبب بس كده جرح الرفض، لو حد رفض يعني ينفذ لنا حاجة معينة، انت ممكن كمان جرح الرفض تعيش على أبسط حاجة. ممكن مثلا صحابك خرجوا خروجة وما خدوكيش معاكي تحسي بالرفض، أهلك خرجوا خروجة وما خدوكيش تحسي بالرفض، فرح ما اتعزمتيش عليه ممكن تحسي بالرفض. اه ممكن لو طفل صغير مثلا جيتي تبوسيه ورفض ان انت تبوسيه تحسي بالرفض مع انه طفل صغير. شوفي ممكن تحسي بأبسط حاجة وأقل حاجة، جرح الرفض. المهم دلوقتي نفتكر امتى حسينا بنفس المشاعر دي واحنا صغيرين. كل واحد يطلب من الطفل الداخلي انها تساعده يوصل لأصل المشاعر دي واحنا صغيرين، حسينا بنفس المشاعر دي، وامتى قلنا على نفسنا نفس الأحكام اللي قلناها على نفسنا واحنا كبار. هيجيلكم موقف عيشوه كأنه بيحصل دلوقتي، هتلاقوا ان نفس الأعراض الجسدية اللي حسيتوها في الموقف اللي افتكرتوه وانتوا كبار هي نفس الأعراض حسيتوها وانتوا صغيرين. لو تعب في المعدة، لو تعب في القلب، ألم في القلب، تقل ولا ضغط على الأكتاف، كل ده أو تقل ولا ضغط على الأكتاف، كل ده أو حسيتوه وانتوا كبار هتلاقوه هو في نفس الموقف واحنا صغيرين. هنحرر المشاعر دي بالتنفس، أسيبكم دقيقتين كمان نحرر المشاعر دي بالتنفس ونرجع نكمل. طيب خلاص دلوقتي حررنا من كل عضو من أعضاء جسمنا حسينا فيه بالتعب، رغم منه المشاعر بالتنفس. نبدأ دلوقتي نتعامل مع الموقف ده ونفهمه بوعي، إننا الشخص أو الأشخاص اللي كانوا معانا في الموقف ده وإحنا صغيرين هل كان عندهم نية سيئة يأذونا؟ أكيد لأ. ليه؟ لأن كل شخص منهم اتصرف بناء على وعيه، بناء على اللي اتعلمه،
بناء على ماضيه، حياته، تربيته، صدماته، ظروفه. كل شخص اتصرف بناء على اللي متخزن جواه واللي اتعلمه. مهما كان الرفض اللي حسيناه من الشخص أو الأشخاص اللي رفضونا في الموقف ده، فهم مش رفضونا عشان يأذونا، لكن رفضونا لأن هو ده اللي اتعلموه، اتعاملوا معانا في الموقف ده بالطريقة دي، لأن هم ده اللي اتعلموه، عودوا عليه، هم ده اللي ورثوه من أهلهم، وهو ده وعيهم في اللحظة دي في الموقف ده. ولازم نعرف إن كل واحد منهم، سواء شخص أو أشخاص كانوا في الموقف، هم فاقدين الحب لنفسهم، هم ما أخدوش الحب الكافي في طفولتهم، فبالتالي مش قادرين يدوا الحب ده لنفسهم، وبالتالي مش هيقدروا يدوا لغيرهم. عشان كده ما عرفوش يتصرفوا معانا في الموقف ده بوعي ولا بحب، ولا منحونا القبول اللي احنا كنا مستنيينه منهم، لأن كل واحد منهم اتربى في طفولته على حب مشروط وعلى قبول مشروط، وهو ده اللي اتعاملوا بيه معانا. لكن ما عرفوش يتعاملوا معانا بحب غير مشروط وقبول غير مشروط، لأنهم ما أخدوش ده، وبالتالي ما عرفوش يدونا حاجة ما عرفوش يفقدوها، ولا حاجة ما تعلموهاش. حاجة كمان، كل واحد مننا في الموقف ده واحنا صغيرين طبعا اتعاملنا في الموقف ده بوعينا الطفولي، حكمنا على نفسنا أحكام، حسسنا نفسنا بالذنب، جلدنا ذاتنا بدل ما نحتوي نفسنا ونحتضنها ونسامحها ونتعامل بوعي. لكن وعينا الطفولي ما سمح لناش بده وقتها، لأننا ما كناش متعلمين ده، ما كانش عندنا النضج والوعي الكافي اللي يخلينا نتعامل بوعي ونفهم الموقف ونفهم تصرفات اللي قدامنا ليه وحصل كده ليه. كون اللي عملناه وقتها إننا حسسنا نفسنا بالذنب، وقعدنا نقول لنفسنا محدش عاوزني، محدش بيحبني، أنا ماليش قيمة، يا ريتني ما كنت جيت الدنيا. زودنا على نفسنا الألم بدون وعي بدل ما أحتضن نفسنا ونحتويها. وأكيد أي شخص مننا لو شاف طفل صغير دلوقتي بيحصل له نفس اللي حصل معاه زمان، أكيد مش هيقعد يحسسه بالذنب، لكن دلوقتي هيفهمه، هيوعيه، هيحتضنه. عشان كده هطلب من كل واحد مننا دلوقتي يقدر نفسه، يسامح نفسه على الطريقة اللي اتعامل بيها مع نفسه في الموقف ده، لأنها كانت بوعي الطفولي الغير ناضج، لأنه ما تعلمش يتعامل بوعي. نقدر نفسنا، نسامح نفسنا على أي أحكام قلناها على نفسنا وعلى جلدنا لذاتنا في اللحظة دي، وكمان نسامح الطرف التاني أو الأشخاص التانيين اللي كانوا معانا في الموقف ده، لأننا فهمنا ووعينا إنهم ما يقصدوش أذيتنا، لكن يتعاملوا معانا باللي يعرفوه، وإنهم ممكن يكونوا أشخاص نرجسيين لو كان الألم منهم بقى ألم كبير، أو أشخاص عاديين لكنهم ما تعلموش يحبوا نفسهم وعندهم ظروف وصدمات، فنسامحهم إنهم بيعانوا نفس معاناتنا، ممكن أكتر مننا كمان. ونبدأ دلوقتي نحرر كتلة الألم على مدار شريط حياتنا. فعايزة كل واحد مننا دلوقتي يفتكر موقف، أقرب موقف حس فيه بالرفض. الموقف ده ممكن يكون حصل النهاردة، من كام يوم، من أسبوع، من أسبوعين، شهر، شهرين، مش أكتر من كده. أي موقف حسيت فيه أنا مرفوض، محدش قابلني، محدش بيحبني، محدش عايزني، ماليش قيمة، يا ريتني ما كنت جيت الدنيا، أنا عبء على اللي حواليا، محدش مستحملني. كل ده نابع من جرح الرفض. إمتى قلت على نفسي كده؟ من كام يوم أو من شهر أو من شهرين. أقرب موقف. عايزين
نستشعر الموقف ده كأنه بيحصل دلوقتي، نعيشه ونحس بنفس المشاعر. أكتر موقف، لو كان كذا موقف نختار أكتر موقف حسينا فيه بمشاعر أكتر، يعني موقف مشاعر بسيطة، لا نختار أكتر موقف المشاعر أكتر فيه، أو أول موقف جه على بالي هو ده برضه. نعيشه كأنه بيحصل دلوقتي، نعيش نفس المشاعر اللي حسيناها وقتها، وبعد كده نشوف ايه الأعضاء اللي في جسمنا اللي اتأثرت، اللي فيها وجع، فيها شد، فيها ألم، فيها ضغط، وكل عضو منهم اتأثر ندخله تنفس بنور. يعني تخيل ان احنا ناخد شهيق بنور من ربنا، مصدر الشهيق ده رب العالمين طبعا، شهيق بنور من ربنا بناخده بنوصله للعضو اللي متأثر، اللي عليه ضغط أو فيه ألم، بيدخل يريحه ويطلع الزفير بلون أسود، وهكذا. مثلا شهيق بيدخل القلب بنور يريحه والزفير ويطلع منه، وهكذا. هسيبكم دقيقتين تكرروا العملية دي، هنرجع نكمل. طيب نرجع دلوقتي نسترجع موقف حصل واحنا في الجامعة. موقف في الجامعة حسينا فيه بمشاعر الرفض وعدم القيمة وعدم استحقاق الحياة. لما كنا جينا الدنيا محدش عايزني، محدش قابلني، محدش بيحبني، كل الحاجات دي. أي موقف حسينا فيه كده واحنا كنا في فترة الجامعة نسترجعه كأنه بيحصل دلوقتي، نعيش نفس المشاعر اللي عشناها وقتها، نحاول نفتكر قلنا على نفسنا ايه وقتها، ونشوف ايه الأعضاء اللي في جسمنا اللي اتأثرت ونحررها بالتنفس. تنفس بنور في الشهيق بيدخل لعضو العضو المتأثر، أو أيا كان، لو كان كذا عضو متأثر، ويحرروا التنفس، والزفير يطلع بلون أسود. واللي سنه صغير واسترجع خلال الجلسة مواقف من الجامعة يبدأ يسترجع موقف تاني غيره، وهكذا خلال الباقي الجلسة. طيب نبدأ دلوقتي نسترجع موقف حصل معنا في الثانوي حسينا فيه بمشاعر الرفض، نعيش الموقف كأنه بيحصل دلوقتي، يعني نحاول نفتكر قلنا على نفسنا ايه وقتها، وبعد كده نشوف ايه المناطق اللي في جسمنا اللي فيها ألم أو وجع أو ضغط أو نبضات، ونحرر كل منطقة منهم. تنفس بنور، بناخد الشهيق من ربنا بنور بيدخل لمكان الألم أو الوجع يريحه، ويطلع الزفير بلون أسود، وهكذا لغاية لما كل مكان منهم يرتاح. دقيقتين كمان ونرجع نكمل. واللي سنه صغير وافتكر موقف من الثانوي خلال الجلسة يفتكر موقف تاني غيره. دلوقتي كل واحد مننا يبدأ يفتكر موقف حس فيه بالرفض حصل معاه وهو في مرحلة الإعدادي، موقف حسسه بالرفض بعدم القيمة، بأنه لا يستحق الحياة، بأنه عبء،
على الأشخاص اللي حواليه حتى لو موقف بسيط. نسترجع الموقف كأنه بيحصل دلوقتي، نحس بنفس المشاعر اللي حسيناها وقتها. وبعد كده نركز مع جسمنا، نشوف ايه الأعضاء اللي في جسمنا اللي اتأثرت، اللي حاسين فيها بألم أو بوجع أو ضغط أو بنبضات. ونفس اللي كنا بنعمله في خلال الجلسة، هندخل شهيق بنور كل عضو منهم ويخرج من العضو ده الزفير، وهكذا لغاية لما كل منطقة منهم ترتاح وتهدى. أسيبكم دقيقتين كمان ونرجع نكمل. نبدأ دلوقتي نفتكر موقف حسينا فيه بالرفض في مرحلة الطفولة، مرحلة الابتدائي، واحنا في المدرسة، سواء من الأب والأم، سواء من مدرس من المدرسين، سواء من صحابنا في مرحلة الابتدائي. موقف حسينا فيه بالرفض بعدم القيمة، حسينا فيه إننا عبء على اللي حوالينا، إننا ما نستحقش الحياة، حسينا فيه بعدم الحب وعدم القبول. نعيش الموقف كأنه بيحصل دلوقتي، نسترجع نفس المشاعر. بعد كده نركز الأعضاء اللي في جسمنا اللي متأثرة، ندخل تنفس بنور لكل منطقة منهم لغاية ما تهدى. هسيبكم دقيقتين كمان تفتكروا تسترجعوا وتحرروا. طيب هطلب من كل واحد دلوقتي ياخد تنفسات أعمق، يحاول يسترخي أكتر وأكتر. تنفسات بعمق، شهيق بعمق، زفير أعمق. حاول يسترخي عشان عاوزين نفتكر امتى حسينا بالرفض واحنا لسه سنتين، سنة، لحظة الولادة مثلا. بعد ما اتولدنا كانوا عايزيننا ولد واتولدت بنت مثلا، ما كانوش عاوزين أصلا وجيت الدنيا. يعني في احتمالات كتيرة، فناخد تنفس عميق، نحاول كده نسترجع واحنا سنتين، واحنا سنة. طب لحظة الولادة حسينا بالرفض، حسينا ان احنا مش مقبولين من اللي حوالينا. اللي مش عارف يسترجع يبقى يكمل تنفسات عميقة لغاية لما ندخل على المرحلة اللي بعدها. طيب نبدأ دلوقتي ناخد تنفسات أعمق ونسترخي أكتر وأكتر. عايزة كل واحد مننا دلوقتي يتخيل نفسه وهو جنين في بطن الأم، زي صورة الجنين اللي بنشوفها على النت دي كده. يتخيل إنه هو الجنين ده وإنه موجود في بطن الأم. كل واحد مننا وهو جنين كل مشاعر حسيتها الأم بيحسها وهو جديد، بيتوحد مع الأم، بيعيشها، بيعيش نفس المخاوف نفس المشاعر. كل حاجة بتأثر على الأم بيتأثر بيها الجنين. عشان كده نتخيل وإحنا جنين إمتى الأم حست بمشاعر الرفض دي. تخيل كده أنا جنين في بطن الأم، وبمجرد ما هتخيل الصورة بعمق كده هتظهر لي نفس الأعراض الجسدية اللي أنا بعيشها خلال الجلسة كلها، ونفس المشاعر بتاعة الرفض هتظهر.
نحاول نعيش المشاعر ونحرر تنفس بنور من خلال الشهيق، يدخل لكل عضو من أعضاء الجسم اللي حاسين فيه بألم أو بضغط أو بوجع، يحرروا بالتنفس. نفس بنور يدخل للعضو يحرره ويريحه، والزفير يريد بلون أسود. نكرر التنفس لغاية لما نرتاح، يعني دقيقتين كمان كده، ونرجع نسترجع إن كل الأحكام اللي الأب والأم قالوها على نفسهم، كل المشاعر اللي حسوها في اللحظة دي مشاعرهم هما، نبع من علاقتهم هما مع بعض. كل شخص قال على نفسه الأحكام دي، حس بالمشاعر دي لأنها نبع من أفكاره، قناعاته، تربيته، جروحه، صدماته، وكل الماضي اللي عاشه. إن كل واحد فيهم بيعاني من كل الجروح والصدمات دي، إنها موروثة برضو من أهلهم، تتوارث من جيل لجيل. يعني الأب والأم هم وارثين جرح الرفض برضو، زي ما هم نقلوا ده لينا، هم وارثينه وبيعانوا منه، وبدون وعي منهم قالوا على نفسهم الأحكام دي، عايشوا المشاعر دي بدون وعي إن كل اللي قالوه، كل اللي بيعيشوه في اللحظة دي الجنين بيتأثر بيه، وإن كل ده بيتنقل لنا بنعيش بيه حياتنا كلها لغاية لما ندرك ونتشافى طبعا. فهم ما كانوش يعرفوا إن كل ده هيأثر علينا، بجانب إن كل واحد منهم حكم على نفسه الأحكام دي وعاش المشاعر دي، لأننا ما نعرفش إيه كانت علاقتهم عاملة إزاي. الأهل مثلا كانوا متخانقين مع بعض قبلها، فعشان كده مثلا الأم كانت حاسة بالرفض أو الأب. هل كان في مشاكل مادية معاهم؟ ظروف علاقتهم كانت إيه، طبيعتها إيه، ظروف حياتهم. كل ده، كل اللي مأثر عليهم إن خلاهم يعيشوا المشاعر دي، يحكموا على نفسهم بالأحكام دي في اللحظة دي. وكل ده قطعا برضو ما كانوش عارفين إنه هيتنقل لنا وإنه هيأثر علينا كل حياتنا لغاية لما ندرك ونتشافى. وأكيد لو كانوا وصلهم العلم الكافي وإنهم كانوا عرفوا إن ده هيأثر على المولود، كانوا عاشوا علاقة مختلفة تماما بمشاعر مختلفة تماما، مشاعر كلها حب وسعادة. لأن أكيد بفطرة الأب والأم إنهم لا يمكن يأذوا ولادهم، فلو أكيد لو كانوا عارفين إن ده هيأثر علينا، كانوا يتعاملوا في اللحظات دي بشكل مختلف تماما. بجانب إن دي زي ما قلنا علاقتهم هم تخصهم، هي هم مشاعرهم، هم أفكارهم وقناعاتهم، هم نبع من تجربتهم من حياتهم، صدماتهم، جروحهم. بجانب كل واحد منهم روح جاية الأرض عشان تعيش تجربة أرضية معينة، ويتعلموا دروس معينة، ويأدوا رسالة معينة من وجودهم، واللي رسالتهم مختلفة عننا تماما. كل واحد مننا روح مختلفة عنهم، ليه تجربة مختلفة، ليه دروس مختلفة، ومهما ورثنا منهم جروح وصدمات برضو لينا تجربة مختلفة ورسالة مختلفة ووعي مختلف. عايزة كل واحد دلوقتي يتخيل الحبل السري بينه وبين الأم، يتخيل إنه بيقطع الحبل السري ده عشان نقنع عقلنا إن إحنا مختلفين عن الأم، وإننا بنقطع أي حاجة بتتنقل لنا منها.
أي مشاعر رفض اتنقلت لنا منها، خلاص احنا بنقطعها بالحبل السري اللي وصل لنا المشاعر دي. كمان دلوقتي عايزة كل واحد يطلع 5 اختلافات بينه وبين الأم، في الاسم، في المؤهل مثلا، في الشخصية، في المكان اللي عاشت فيه، طريقة التربية. على الأقل 5 أو 6 اختلافات بينه وبين الأم، وبعدها كمان 5 اختلافات أو أكتر بينه وبين الأب. يعني نسيبكم دقيقتين تطلعوا الاختلافات ونكمل. مهم دلوقتي إننا نفهم إن كل المشاعر والأفكار والأحكام دي كلها ماضي وانتهت بوقتها وزمنها ومكانها، في السنة اللي حصلت فيها خلاص انتهت. إننا دلوقتي في سنة 2022 مر على المشاعر والأحكام دي بعمر كل واحد فينا، فهي ماضي انتهت. كل واحد فينا دلوقتي اتغير عن اللحظة دي، درس، اتعلم، كبر، أخد خبرات، مر التجارب، وبقى ليه وضع مختلف تماما. اللحظة دي انتهت بوقتها وزمنها ومكانها. وعشان نأكد كمان تاني، اتخيل اننا بنقطع الحبل السري بيننا وبين الأم مرة تانية. كل واحد مننا يشوف نفسه دلوقتي جنين متحرر برا بطن الأم، وياريت يشوف الحبل السري كده وهو مقطوع، ويتخيل أنوار ربنا نازلة على الجنين ده بتحرره، ونردد: أنا حر بيك يا رب، أنا حر بالله، أنا حر بيك يا رب، أنا حر بالله. بعد كده احنا فهمنا ووعينا ان ده ماضي وانتهى، وفهمنا انه نابع من صدمات وجروح الأب والأم. مشاعر الرفض دي وأحكام الرفض دي نابعة منهم، وإنها حصلت بدون وعي منهم، ولو كان عندهم الوعي الكافي كانوا هيتعاملوا بشكل مختلف تماما. فمهم دلوقتي إننا نسامح الأم والأب على كل شعور رفض نقلوا لينا، وعلى كل أحكام حكموها على نفسهم واتنقلت لينا وأثرت علينا. كل حاجة أثرت علينا مهم نسامحهم، لأنها حصلت بدون وعي، وأكيد كل واحد منهم بيعاني أكتر من معاناتنا. ومهم كمان إننا نسامح نفسنا على إن كل ده مأثر فينا طول السنين دي كلها، وإحنا لا نعلم عنه شيئا ولا ندرك، ما كناش ندرك أي حاجة من دي طول السنين اللي فاتت بعمر كل واحد فينا. فمهم إننا نحضن نفسنا ونسامح نفسنا ونفخر بنفسنا إننا مرينا باختبار زي ده، وإننا عشنا المشاعر الصعبة المؤلمة دي، وإن المشاعر دي خلاص أدت دورها. فهمنا رسالتها، فهمنا إن هي بتطورنا، وإن إحنا من النهاردة فهمنا الدرس وهنعيش بالدرس ده باقي حياتنا. هنعيش بالتطور اللي تطورناه روحيا في باقي حياتنا. نسامح نفسنا ونسامح الأم والأب. ونبدأ دلوقتي نشوف قدامنا يافطة مكتوب عليها تاريخ النهاردة 13/6/2022. واحنا شايفين اليافطة كل الآلام اللي جوانا والصدمات والمشاعر والجروح
والأحكام وإحساس الذنب، كل اللي عشناه خلال الجلسة، كل اللي احنا حاملينه جوانا بيسقط مننا على الأرض، كأن المشاعر والآلام دي بتتنزع مننا نزع وبنتحرر منها. ودلوقتي كل واحد مننا هيبدأ يدخل كورة كريستال مليانة بالنور. البنات تشوف نفسها ملكة لابسة تاج، لابسة أبيض في أبيض، وبتدخل الكورة الكريستال المليانة بالنور. والرجالة يتخيلوا نفسهم ملكة أو أمير أنيق